القرآن يفسر بعضه بعضا، لأن القرآن يفسر كيف؟ أما يفسر القرآن يفسر بعضه بعضا، أو يفسره النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفسر بأقوال الصحابة مما اشتغل بالتفسير كابن عباس رضي الله عنه، ويفسر بلغة العرب لأن القرآن بلسان عربي مبين، ويستنبط له العلم من ما يستنبطون بحسب ايش ما يفتح الله على من شاء منهم. لكن أعلى أنواع التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن. يفسر الله عز وجل القرآن الآية نفسها يفسرها بآية أخرى، وقد يكون هذا التفسير متصل وقد يكون منفصل. يعني مثلا يقول الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. إيش يوم الدين؟ قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يعني فسر يوم الدين بيوم القيامة عندما لا تملك نفس لنفس شيئا. فهذا تفسير القرآن بالقرآن وهو تفسير متصل. لكن الله يقول: صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعمت عليهم؟ فسرها في آية أخرى في قوله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا تفسير القرآن بالقرآن. مثلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. شنو الكلمات اللي تلقاها آدم عليه السلام وتوسل بها إلى الله عز وجل؟ ذكرت في سورة الأعراف أن إيش قال؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيسمى هذا ماذا؟ تفسير القرآن بالقرآن. فقد يكون التفسير متصل وقد يكون منفصل، لكن هو القرآن يفسر القرآن، وهذا أعلى أنواع التفسير، لأن الله عز وجل هو أعلم بكلامه سبحانه وتعالى، أعلم بما أنزل. التفسير الثاني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من الله عز وجل، قد أمر الله جل وعلا أن يبين للناس ما نزل إليهم. فمثلا لما يشكى على الصحابة قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظنوا أن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بالمعاصي التي يعصي الإنسان ربه فيها، وكل إنسان يعصي يقصر، لأن المعصية إما تقصير بأداء واجب أو بفعل محظور. ما في واحد يؤدي الواجبات يعني كما ينبغي إلا يقصر، ولا في واحد ينجو من كل المنهيات. فقال: أينا لم يظلم نفسه؟ ففسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم قال هو بالشرك. ألم تسمع قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام. كما فسر مثلا قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الزيادة إيش؟ رؤية الله عز وجل.